ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هتبقى اول محاضرة في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي. المحاضرة دي هتكون محاضرة تأسيسية. طيب يعني ايه محاضرة تأسيسية؟ يعني هندي فيها معلومات المفروض اي حد داخل يدرس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لازم أن يكون عارف المعلومات دي. المعلومات دي هتفيد مين؟ او المحاضرة دي هتفيد مين؟ هتفيد الناس اللي داخلة سنة اولى وسنة تانية عادي خالص. فممكن يكون حد في سنة تانية بس ما ذاكرش كويس، فدي هتساعده ان هو يفهم بس الدنيا ماشيه ازاي. طيب تعالى كده ايه نبدا مع بعض. دي ماده البرمجه والذكاء الاصطناعي ان شاء الله هتكلم معاك فيها. انا مهندس اسلام، انا متخصص في مجال السوفت وير والاي اي. شغال في المجال ده اكتر من 5 سنين. فان شاء الله هيبقى في معلومات كويسه ليكم والكل هيستفاد والدنيا هتبقى زي الفل. بس انا اللي محتاجه منكم ان انتوا تتابعوا القناه وتشوفوا المحاضرات كويس، واحنا ان شاء الله مع بعض هنبقى ايه ماشيين كده بنحاول نفهم الدنيا بطريقة سهلة والدنيا تبقى بسيطة للكل. طيب يلا نبدأ. المحاضرة دي هيكون فيها ايه؟ ايه اللي موجود في المحاضرة دي؟ طيب اللي موجود في المحاضرة دي احنا هنتكلم على مقدمة في علوم الحاسب. طيب بعد كده هنخش على ايه هو الكمبيوتر والكمبيوتر بيشتغل ازاي والاساسيات بتاعة العد وايه علاقتها بالكمبيوتر. كل الكلام ده هنعرفه واحدة واحدة مع بعض. طيب ليه اتسمى بحاسب آلي وليه بنستخدم الكمبيوتر أصلا، وأشكال الكمبيوتر والكمبيوتر بيتكون من إيه، والهاردوير والسوفت وير. طبعا في معلومات مهمة جدا لازم الناس تبقى عارفاها يعني، وفي معلومات عادي ممكن تبقى حاجات عامة كده مش لازم تركز فيها. طيب الأنظمة بتاعة الجهاز، أنظمة التشغيل بتاعة الكمبيوتر وأشهر الأنظمة. عندك بعد كده الهاردوير والسوفت وير ويعني ايه البرمجه. عندك انواع السوفت وير، ايه هي واجهه المستخدم. عندك الكمبيوتر بيفهم لغه ايه، دي مهمه. عندك بعد كده ازاي بيخزن، ايه هي الخوارزميات وانواعها. طيب لغات البرمجه، الانواع بتاعت لغات البرمجه والكمبيوتر بيفهمها ازاي يعني لغات البرمجه دي. طيب دي كده ايه نبذه عن الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها خلال المحاضره دي ان شاء الله. تعال نتكلم على اول حاجه وهي مقدمه في علوم الحاسب. طيب ايه بقى علوم الحاسب دي؟ علوم الحاسب دي ببساطة ده علم بيخلينا إن إحنا نفهم الكمبيوتر ونعرف إزاي بيشتغل، ونعرف إزاي نستخدمه والتكنولوجيا عموما شكلها عامل إزاي. فده علم خاص بالحاسب الآلي أو أجهزة الكمبيوتر عموما. أنت بتتعلم فيه كل حاجة، بتبقى عارف إزاي تتعامل مع الأجهزة، عارف إزاي اتعملت، بتتكون من إيه. فباختصار كده دي حاجة بسيطة انت بتبقى عارفها عشان تبقى عارف تتعامل مع التكنولوجيا عموما وتحل المشاكل دي باستخدام علوم الحاسب او الحاسب الآلي يعني. تاني حاجة عايزين نتكلم عليها وهي ايه هو الكمبيوتر. طيب الكمبيوتر ده انت عندك حاجات كتير ممكن يبقى اسمها كمبيوتر او حاسب آلي او حاجة تبقى تحت المسمى ده يعني. فانت عندك الكمبيوتر ده هو دلوقتي ببساطة هو جهاز إلكتروني بنستخدمه عشان تستقبل البيانات ويعالجها ويطلع لنا نتيجة كويسة. طيب خلينا في الأول كده نفهم يعني إيه أصلا الكلام اللي إحنا قلناه ده. أنت عندك مثلا حاجة زي الجهاز اللي إحنا قاعدين بنشرح من عليه دلوقتي، بيبقى عليه مثلا زي ما أنت شايف البي دي إف اللي إحنا بنشرح من عليه. ده حاجة اتعملت، دي داتا إحنا دخلناها للجهاز يعني. فهو بياخد الكلام ده وبيعالجه وبعد كده يطلعه لنا بصورة تانية. فده ببساطة الكمبيوتر بيعمل إيه؟ بياخد منك بيانات ويعالجها عشان يطلعها لك بشكل تاني. طيب معلومة كده، الكمبيوتر ده بيشتغل ازاي. هو بيتعامل من خلال لغة اسمها الباينري سيستم او الزيرو والوان. دي برضو هنخش لها كمان شوية. ده انت بتدخل له شوية كلام هو بيحول بقى جوه الجهاز للغة دي باستخدام حاجات زي كومبايلر وحاجات تانية يعني ليها علاقة بتحويل الكلام بتاعك، وفي الاخر بيطلع لك النتيجة اللي انت شايفها قدامك. فدلوقتي انت عندك دخلت مثلا زي ما احنا كاتبين هنا رقمين للكمبيوتر وطلبت منه ان هو يجمعهم. هو بيستقبل منك رقمين ويعمل العملية بتاعته وبعد كده يطلع لك النتيجة. فده كده ايه الشكل اللي بيحصل. هو بياخد منك بيانات او داتا وفي الاخر بيطلعها لك على هيئة بيانات تانية او شكل تاني يعني. طيب تعالى نخش على الجزء اللي بعد كده اللي هو ازاي الكمبيوتر بيشتغل. فاحنا عندنا الموضوع ببساطة، انت عندك اول حاجة انبوت وبعد كده بيعمل بروسيسنج او بيعالج البيانات وبعد كده بيطلعها لك على الشكل اللي يبقى كويس ليك وانت تفهم البيانات دي شكلها عامل ازاي يعني. فانت عندك مثلا في بتدخل بيانات للكمبيوتر والكمبيوتر دلوقتي بيعالج البيانات دي وبيطلع لك نتيجة، وممكن كمان يخزنها عشان يرجعها لك بعدين. طب يعني ايه الكلام ده؟ هنفترض ان احنا دلوقتي في عملية حسابية عايزين نعملها. فانت عندك
بتكتب له مثلا 1+1 بيساوي 2، فانت بتدي له الانبوت اللي هو 1+1، هو بعد كده بيعمل بروسيسنج اللي هو بيحسب العمليه بتاعتك، وبعد كده بيديك الاوتبوت اللي هو رقم 2. فدي ببساطة اللي بيحصل. فمثلا هنا ادي 1+1 المفروض في الاخر يساوي 2. فده كده ادي الانبوت بتاعك اللي هو ده كده الانبوت، واللي هو بعد كده بتقول له معلش احسب لي الكلام ده اللي هو بروسيسنج، وادي النتيجة اللي هي 2. فده كده ايه ببساطة اللي هو الكمبيوتر بيشتغل ازاي، وازاي بيحسب الكلام اللي شغال ده. طيب عندك بعد كده اساسيات العد. العد ده احنا كنت مديك فكرة عنه، ان هو بيفهم الكلام ازاي، او بيفهم الارقام ازاي، او الحروف، او اي حاجه انت بتديها له، بيفهمها عن طريق نظام اسمه الباينري سيستم، او النظام الثنائي، اللي هو عندك الزيرو والواحد. طيب الزيرو والواحد دول بيجمعوا لك ارقام في الاخر بتطلع على شكل الارقام اللي احنا فاهمينها والحروف اللي احنا فاهمينها. فانت عندك ممكن الارقام اللي احنا بنفهمها اللي هي من 0 ل 9، والارقام عموما كلها. بس هو ما بيفهمش الارقام بتاعتنا، يعني ما بيفهمش ولا الواحد ولا الاثنين ولا الثلاثه ولا الكلام ده كله. هو بيفهم ايه؟ بيفهم الزيرو ماشي، والواحد بيفهم الرقمين دول. الزيرو والواحد دول بيتجمعوا مع بعض، او بيبقى ليهم حسبة معينة، ففي الاخر بيطلع لك يا اما رقم واحد دي النتيجة بتاعتنا، يا اما رقم اتنين، يا اما رقم تلاتة، او الرقم اللي احنا عايزينه، او حرف الايه، حرف البي، ايا كان ايه الحروف، او ايا كان الشكل اللي هيطلع. بس هو بيفهمه على بناء على الزيرو والواحد اللي هم قدامنا دول. عندك الكمبيوتر دلوقتي ما بيفهمش اصلا اي حروف ولا اي حاجة، كل اللي بيفهمه الزيرو والواحد. الزيرو والواحد دول بيترجموا جوه الجهاز لنبضات كهرباء، يا اما النبضه دي بتبقى بسيطه يا اما بتبقى عاليه، يعني الويف بتاعتها بتبقى بسيطه يا اما الويف بتاعتها بتبقى عاليه، فبتترجم لزيرو وواحد، وفي الاخر بيطلع لك بعد عمليه المعالجه او البروسيسنج، بتطلع لك في الاخر النتيجه بتاعتك اللي هو واحد او اتنين او تلاته، او رقم او حرف او ايا كان النتيجه اللي هتطلع بعد ما بيجمع كل البلصات دي او النبضات دي في الاخر، عشان تطلع في الاخر جمله او حروف او عمليه حسابيه او ايا كان الشكل اللي هيطلع. يعني عندك بعد كده ليه اصلا اتسمى بالحاسب الآلي؟ هو اتسمى بكده ليه؟ لأن هو بيقدر يعمل عمليات حسابية كبيرة جدا وبسرعة عالية، فهو اتسمى إن هو حاسب آلي. والعمليات دي بتكون معقدة وبتحتاج لداتا أو لعقل كبير جدا إن هو يستوعب الكلام ده. فأنت عندك دلوقتي بيحسب الأرقام دي بسرعة، وكل حاجة بتبقى بسيطة بالنسبة له. فعشان كده اتسمى الحاسب الآلي. إحنا بنستخدم الكمبيوتر ليه؟ أول حاجة طبعًا عشان يوفّر علينا وقت، عشان يعمل العمليات الحسابية بسرعة، ويقلل الأخطاء، يخزّن كمية كبيرة من البيانات. أنت طبعًا عندك البني آدم مهمًا كان مش هيقدر يخزّن زي الأجهزة، لإن الحاجات دي بتتخزّن في الhard disk بتاع الجهاز، وبتقعد مدة زمنية كبيرة جدًا، وممكن ما تتمسحش خالص إلا لو حصل حاجة من الخطأ البشري، أو حاجة بسيطة جدًا من لو حصل أي مشاكل أو أعطال في الجهاز اللي أنت شغال عليه. فعشان كده إحنا بنستخدم الكمبيوتر، وبرضه بيساعدنا في حل المشاكل، وينفذ مهام كتيرة، وببساطة في الآخر كده هو بيسهّل علينا حياتنا، وبيخلّي الدنيا بسيطة، وكل حاجة تبقى سهلة في الاستخدام يعني. دي بقى نقطة مهمة جدًا. زي ما أنا قُلت لكم في الأول، إحنا عندنا الكمبيوتر أشكال المختلفة بتاعته، مش لازم إن الكمبيوتر ده يكون الجهاز المكتبي بتاعك أو الديسكتوب اللي هو بتبقى أنت شغال عليه في البيت. ممكن أي حاجة بتشتغل، بتبعت بيانات، بتستقبل بيانات، بتعمل أي عملية معالجة ممكن يتقال عليها إن هي كمبيوتر. فأنت عندك دلوقتي مثلًا اللابتوب ده ممكن يتقال عليه كمبيوتر، عندك السمارت فون ممكن يتقال عليه كمبيوتر، التابلت نفس الكلام، عندك الديسكتوب ممكن نفس الموضوع يتقال عليه كمبيوتر، عندك السيرفرات، ودي برضه معلومة مش أي حد يعرفها، ممكن يتقال عليه كمبيوتر. طيب كل الكلام اللي إحنا بنتكلم عليه ده إن هو أي حاجة بتاخد منك input وبتطلّع output بعد الprocessing أو المعالجة، فده ممكن باختصار يتقال عليه إن هو كمبيوتر. طيب وبرضه معلومة هنا مهمة أهي، أنت عندك العربيات الحديثة والساعات برضه يتقال عليها نفس الموضوع كمبيوتر، لإن هي حاجات متبرمجة. الكمبيوتر زي ما إحنا كنا اتكلمنا عليه وقُلنا عليه، هو بياخد منك data وبيطلّع لك data بعد عملية الprocessing. طيب الكمبيوتر دلوقتي بيتكوّن من إيه؟ عندك دي أهم حاجة أنت لازمًا تبقى عارفها، أو من أهم الحاجات اللي إحنا هنتكلم عليها خلال المنهج كلّه. أنت عندك الsoftware والhardware، فده أهم حاجة
لازم انت تبقى مستوعبها، ان احنا عندنا الكمبيوتر بيبقى متكون من السوفت وير، البرنامج اللي احنا شغالين بيه، او الاوبريتنج سيستم، اي حاجه مش هاردوير. يعني انت عندك مثلا الهاردوير بتاعك دلوقتي حاجات تقدر تمسكها بايدك، اما السوفت وير دي البرامج اللي احنا بنشتغل عليها. طب تعالى ندي مثال. عندك الهاردوير زي مثلا، شفت الصورة دي مثلا، عندك زي الشاشة دي، زي الماوس، زي الكيبورد. اما السوفت وير بقى دي البرامج اللي انت بتشتغل عليها، زي البرنامج اللي انا بعرض من عليه البي دي اف اللي انا شغال عليه دلوقتي. فدي كده ببساطة الفرق ما بين الهاردوير والسوفت وير. عندك الهاردوير حاجات ملموسة، والسوفت وير حاجات مش ملموسة، حاجات كلها بروجرامنج جوه الكمبيوتر بتاعك. طيب، احنا كنا ادينا مثال عليه من شويه، الهاردوير دي حاجات كلها تقدر تمسكها، زي الشاشات والكيبورد، الماوس، المعالج اللي هو السي بي يو، عندك بقى الهارد ديسك، اذا كان بقى اس اس دي او الرامات. كل دي حاجات تقدر تمسكها، اللي هي الهاردويرز يعني. طيب عندك بعد كده السوفت وير. ايه بقى السوفت وير؟ كل حاجه متبرمجه، معموله بلغه برمجه. يعني عندك الويندوز، عندك كروم ده الناس كلها المفروض اكيد عندها علم بيه، اللي بتشغل من عليه جوجل. عندك بعد كده الوورد، عندك الجيمز، عندك برامج التصميم. فاي حاجه مش هاردوير وشغاله بتبقى سوفت وير. اي حاجه متبرمجه، اي حاجه مش ملموسه تقدرش تمسكها بايدك يعني. طيب نخش بعد كده على اشهر الانظمه. عندك انظمه التشغيل بتاعه الكمبيوتر، اللي هي ايه؟ الاوبريتنج سيستمز. الكلمه دي طبعا لازما الناس كلها تاخد بالها من الكلمه دي، لان هي مهمه جدا، كلمه اوبريتنج سيستم. تعالى نقول الانظمه المشهوره. طبعا الناس كلها تعرف الويندوز، والناس برضو بتبقى عارفه الاندرويد. طيب الانظمه اللي مش معروفه قوي الاي او اس بتاعت الموبايلات بتاعت الايفون. عندك نظام لينكس، ده محدش في الاغلب هيكون عارفه، بس بعد كده لازم اي حد هيكمل في الماده دي، وبعد كده هيكمل الكارير بتاعه جوه حاسبات ومعلومات او هندسه قسم حاسب، لازم يبقى عارف موضوع اللينكس ده، الاوبريتنج سيستم بتاع لينكس يعني. ماك او اس ده بتاع اللي هو اللابتوب اللي هو الابل يعني. احنا اتكلمنا عن الهاردوير واتكلمنا عن السوفت وير. طيب ايه بقى البرمجه، او ايه هي البرمجيات؟ خلينا دلوقتي ناخد الموضوع مع بعض ببساطه كده. انت لو عندك دلوقتي قدامك لابتوب، اللابتوب ده يعتبر كمبيوتر، وفيه شاشه وفيه ماوس وفيه كيبورد وفيه حاجات كتير. فده هو الهاردوير، الحاجه اللي هي ملموسه، الحاجه اللي احنا نقدر نمسكها بايدينا. عندك بقى عليه السوفت وير بتاعك، اللي هو ويندوز، كروم، اي برنامج شغال عليه. طيب وكلمة سوفت وير بالعربي دي يعتبر برمجيات يعني. فانت عندك البرمجيات، او خلينا نتكلم عن حتة البرمجة دي. انت بتعمل برنامج، فالبرنامج ده من خلاله انت بتقدر تعمل عملية معينة. ولنفترض انت دلوقتي ماسك الماوس، ولما هدوس على مثلا ايقونة معينة، فده هيفتح حاجة معينة. دي حاجة بروجرامنج، حاجة متبرمجة، بتعمل عملية. انت بتديها الانبوت او بتديها امر مثلا، بيعمل بروسيسنج، يطلع لك الاوتبوت، مثلا هيطلع لك شاشة، صورة، ايا كان بقى العملية بتاعتك. فدي يعتبر السوفت وير او البرمجيات يعني. عندك انواع السوفت وير. في عندك اهم حاجة فيهم السوفت وير سيستم، زي احنا اتكلمنا عليهم طبعا. لازم الناس تبقى عارفة اللينكس والويندوز، دول اهم سوفت وير سيستم، او سيستم سوفت ويرز يعني. اهم سيستم سوفت وير زي اللينكس، تمام، والويندوز. ودول لازم اي حد داخل المجال ده يبقى عارفهم. دي احنا قلناها اكتر من مره، لان دول هم اللي هيكملوا معاك، لان انت هتتعامل على الويندوز كل يوم. ومش انت بتتعامل تعامل عادي كيوزر، لا، انت بعد كده ممكن تخش في حته النتوركينج والسيرفرات والكلام ده كله، ويبقى الموضوع معاك. فانت لازم تتعلم الويندوز بقى والسيرفر والويندوز سيرفر والكلام بتاع الشبكات ده. واللينكس برضه هتحتاجه برضه في حته النتورك برضه. طيب عندك في الابليكيشن، اي ابلكيشن معمول. عندك مثلا الابلكيشنز زي الوورد وكروم، وعندك الجيمز يعني بروجرامينج سوفت وير. دي برامج انت بتستخدمها عشان نكتب كود، والكود ده في الاخر يطلع لك اي نتيجة انت عايزها. فمثلا دي مثلا حاجة زي، ولنفترض يعني ان دي ويندوز وفي هنا فولدرات. فدي كلها الفولدرات دي بتبقى انت شغال عليها، بتديها برضو اوامر تفتحها، تقفلها، تعمل اي حاجة، تدلتها. كل الكلام ده هو اللي جوه الويندوز يعني. وانت تقدر من خلاله تتعامل بقى على الفولدرات بتاعتك.
عندنا بعد كده واجهات المستخدم او اليو اي او اليوزر انترفيس. دي ببساطة الحاجة اللي بتخلينا نعرف نتعامل مع البرامج. يعني مثلا عندك الشكل ده، الشكل ده ليه براوزر. البراوزر ده اللي هو انت بتفتح من عليه زي كروم كده، انت بتفتح من عليه اي بقى مثلا يوتيوب، بتفتح فيسبوك من على البي سي بتاعك او اللابتوب. فدي الشكل اللي ظاهر قدامك ده هو اليو اي. ولازم برضو الناس تركز مع الكلمة دي عشان هي برضو مهمة. فانت عندك في اليو اي ده بيبقى ظاهر مثلا حاجه زي اللوجن والقوائم والايقونات وكل حاجه بتبقى ظاهره قدامك يعني. عندك بقى الكمبيوتر بقى بيفهم لغه ايه. طبعا 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 دي اهم حاجه ممكن تقابلنا في المحاضره النهارده. دي اهم حاجه ممكن تقابلنا النهارده اللي هو ايه بقى. انت عندك دلوقتي الكمبيوتر دلوقتي بيفهم لغه ايه. احنا كنا قلنا ان هو بيفهم لغه الزيرو والوان، دي اللي هي الماشين لانجوج اللي هي لغه الآلة، تبقى مبنية على الزيرو والون. طيب تخيل كده لو المبرمج جه هيتعامل مع الجهاز بالزيرو والون. يعني انت مثلا تعالى دلوقتي لو انا جيت انا عايز اقول له مثلا كلمة بسيطة هلو، انت عشان تكتب له الكلمة دي بالزيرو والون انت عندك الاتش ده هيتحول لرقم مثلا 001 مثلا. الحرف التاني مثلا 0 1000 مثلا. ال نفس الموضوع. فانت طبعا مش تقدر ان انت تعمل العمليات دي او انت تكتب بالطريقه دي. مستحيل ان احنا نعرف نكتب كده يعني، ده مستحيل يعني. تقدر ما ينفعش تكتب بالطريقه دي او بالطريقه دي. عشان كده عملنا لغات البرمجه. اللغات البرمجه دي اللي بتسهل طريقه الكتابه عشان نقدر نتعامل مع الكمبيوتر بطريقه سهله يعني، لان هو مش بيفهم الكلام ولا الحروف، هو بيفهم الزيرو والوان. دي لازم الناس كلها تبقى عارفه المعلومه دي. يعني انت لو طلعت من المحاضره دي بالكلمتين دول بس، ان انت البي سي بيفهم الزيرو والوان، وبعد كده بعدين لما نيجي نشرح ازاي تحول الحروف دي للباينر سيستم والهكساديسيمال، الحاجات دي اللي هو الطريقه اللي بيفهم بيها البي سي بيفهم بيها الكلام، دي يعني حاجه هتبقى مهمه جدا ليك. فانت عندك النظام الثنائي او الباينر سيستم ده بيبقى جواه حاجات اسمها بت. البت دي اختصار لباينر سيستم، ده اصغر عنصر موجود جوه الكمبيوتر. وعندك الكمبيوتر مش بيفهم الكلام بتاعنا زي ما احنا قلنا قبل كده، بس بيفهم الاشارات الكهربائيه، يا اما واحد يا اما زيرو، اللي هو يا اما مفتوح او مقفول، او زي ما انا اتكلمت قبل كده على النبضات او البلصات دي، يا اما بتبقى حاجه الويف بتاعتها تبقى بسيطه او عاليه على حسب بقى ايه الاشارات اللي رايحه للجهاز يعني. وعندك بعد كده البايت. البايت ده عبارة عن 8 بت، 8 بتس جنب بعض. طيب البايت دي الوحدة بيقدر يشيل حرف واحد بس، زي مثلا حرف الاي. فانت عندك البايت 8 ديجيت، وال8 ديجيت دول جنب بعض بيقدروا يشيلوا حرف واحد، اللي هو مثلا ده كده بيمثل حرف الاي. طيب عندك احنا هنتعلم ازاي النظام ده بيشتغل بالظبط. يعني انت هتبقى فاهم ازاي تترجم انت بقى من ايه لباينري سيستم والعكس، اللي هو النظام الثنائي. وعندك الهكساديسيمال اللي هو النظام السادس عشر. عندك النظامين دول هنتعلم بقى ازاي نحول ما بينهم، ازاي نترجمهم، ازاي نعمل كل حاجة فيهم. انا بس هنا بعرفك شكل الدنيا عاملة ازاي من بره، عشان بعد كده تبقى انت حتى بس عندك المعلومة، تبقى فاهم ايه الكلام اللي بيتقال ده. طيب عندك بعد كده وحدات التخزين بقى. دي برضو حاجة مهمة ومعلومة لازم تبقى عارفها. عندك وحدات التخزين بتبدأ من كيلو بايت لحد البيتا بايت. الكيلو بايت ده كل واحدة فيهم هتحط جنبها 1024. يعني الكيلو بايت 1024 ميجا بايت. يعني الواحد ميجا بايت بيساوي 1024 كيلو بايت. وكذلك بقى بتعكس الموضوع وانت راجع زي كده بالظبط، هتلاقي ان انت كل واحدة 1024. فانت عندك الجيجا بايت 1024 ميجا بايت، عندك التيرا بايت 1024 جيجا بايت، وكذلك البيتا بايت. طيب عندك الحاجات دي بتخزن فين؟ بتخزن في الاس اس دي او الهارد ديسك. ده هارد ديسك ده كان قديم شويه، دلوقتي اغلب الاجهزه الجديده بتبقى معموله بالاس اس دي يعني. طيب بنخزن عليها صور وفيديوهات وبرامج وما الى ذلك، كل كلام اي حاجه انت تقدر تخزنها يعني. طيب
عندنا في نوعين من التخزين، دي حاجات مهمة برضو لازم احنا نبقى فاهمينها. عندك التخزين المؤقت ده جوه الرام، فانت عندك الرام بتاعتك ذاكرة مؤقتة، وعندك التخزين الدائم في جوه الهارد ديسك بتاعك، اذا كان هو اس اس دي او اتش دي اللي هو القديم شوية. فانت عندك الرامات دي ذاكرة مؤقتة، يعني انت بيبقى فيها شوية معلومات، واول لما بتقفل يعني هي بتحمل عليها برضو داتا، بس الداتا دي اول لما بتقفل الجهاز بيروح جاي ماسح كل البيانات اللي موجودة جوه الرامات. طيب الرامات دي سريعة جدا 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 مقارنة بالهارد ديسك او الاس اس دي اللي هو الاتش دي او الاس اس دي. بس انت عندك الميزه طبعا، اول حاجه اللي معموله الهارد ديسك ده بتخزن عليه البيانات ومش بتمسح الا لو انت عاوز تمسحها. فده الفرق ما بين النوعين، ودي اهم حاجه انت لازم تبقى عارفها. يعني هنخش على انواع الخوارزميات او الالجوريزمز دي. طبعا يعني الكلمه دي اكيد ما حدش سمع عنها، دي كلمه جديده يعني. فانت لازم الكلمة دي تبقى واخد بالك منها وعارف يعني ايه كلمة خوارزميات، لان دي هتقابلك كتير. ولو انت زي ما احنا قلنا هتكمل الكارير بتاعك، ففي مصطلحات كده ما ينفعش ان انت ما تبقاش عارفها، منها الالجوريزمز او الخوارزميات. عشان نحل اي مشكلة، فانت عندك الخوارزميات دي معمولة عشان تحل بيها مشاكل، يعني وهي طريقة للتفكير يعني. فانت عندك بتقسم لثلاث طرق رئيسية. فانت عندك اول حاجه اول طريقه او اول خوارزميه اللي هي التسلسليه او السيكوينشال، دي حاجه بتبقى ماشيه ورا بعض متكرره، بتفضل تمشي ورا بعض، دي طريقه يعني. فانت عندك المفهوم بتاعها هي خطوات ورا بعض بالترتيب من غير اي شروط او تكرار، فدي حاجه بتتكرر مع نفسها. مثال مثلا هنا عندك لو انت بتعمل كوبايه شاي، مثلا هي ميه بتغلي وبعد كده بتحط الشاي وبتقلب، ففي الاخر بيطلع لك كوبايه الشاي بتاعتك. طيب عندك الخوارزمية اللي هي الشرطية، ده تاني نوع برضو لازم الناس تبقى فاهمة. تاني نوع خوارزمية شكله ايه يعني. اللي هو الكونديشنال، الشرط بيبقى فيه شرط. عندك المفهوم بتاعه ان انت دلوقتي لو جيت تعمل مثلا حاجة معينة، الحاجة دي مثلا نفترض صح او غلط، لو صح هيعمل حاجة او غلط هيعمل حاجة تانية. فانت عندك لو حاجة لو اتحقق نعمل حاجة، ولو ما اتحققش بنعمل حاجة تانية. فانت عندك دلوقتي مثال، برضو هنكمل كلامنا على نفس المثال اللي هو كوبايه الشاي. دلوقتي انت لو الميه دلوقتي الميه بتاعتك لو غليت خلاص بتغلي، فانت هتصب الميه في الكوبايه عشان تعمل الشاي بتاعك. طب الميه ما غليتش خلاص، لا استنى لحد ما الميه تغلي. هنيجي لتالت خوارزميه معانا اللي هي بتاعه التكرار. فانت عندك هنا الخطوه دي المفهوم بتاعها ان انت لو دلوقتي الطريقه ان انت بتفضل تنفذ خطوات معينة أكتر من مرة لحد ما توصل لنتيجة محددة. يعني مثلا برضو المثال بتاعنا إحنا بنفضل نقلب في كوباية الشاي بتاعتنا لحد ما بنفضل نكرر لحد ما السكر بتاعنا يدوب. فدي دي آخر خوارزمية معانا، أو اللي هي الخوارزمية التالتة. طيب هنخش بعد كده على يعني إيه لغات برمجة. طبعا دي يعني من أهم المفاهيم اللي أنت لازم تركز عليها، لأن طبعا إحنا كل اللي إحنا بنعمله ده عشان في الآخر نوصل ان احنا نكتب كود او نبرمج مثلا، نعمل برنامج، نعمل صفحة، ويب سايت، نعمل اي حاجة لعبة، الكلام ده كله. فلغة البرمجة، اللغة دي احنا بنستخدمها عشان نكلم الكمبيوتر بتاعنا ونقول له يعمل ايه. عندك لغات زي بايثون، جافا سكريبت، سي بلس بلس، جافا. عندك دي كده اللي هي السي بلس بلس، وفي طبعا دي ايقونات انت ممكن تبقى تبص عليها وتعرف ايه هي اللغات دي وتكتب فيه الكومنتس لو انت عندك خلفية يعني. طيب بدل ما تكتب زيرو واحد، لا بتكتب اوامر بطريقة سهلة واقرب لعقل الانسان، او الطريقة اللي احنا بنفكر فيها، او بالطريقة اللي احنا بنكتب بيها عموما يعني. فانت عندك انواع لغات البرمجة بشكل بسيط. فاحنا بنقدر نقسمها الى حاجه اسمها لو ليفل لانجوج وهاي ليفل لانجوج، نوعين. اللو ليفل لانجوج دي اللي هي قريبه جدا من لغه الكمبيوتر او لغه الاله اللي هي الماشين لانجوج، احنا كنا اتكلمنا عليها، او حاجه اسمها اسمبلي. ودي حاجه يعني ايه، دول الاتنين دول صعبين جدا لان الانسان يفهمهم، يعني شبيهه كده او قريبه يعني من الزيرو والوانز اللي احنا كنا بنتكلم عليه. عندك بعد كده الهاي ليفل لانجوج، دي اسهل للطريقه اللي الانسان بيفكر بيها والطريقه اللي بيكتب بيها او بيتكلم بيها. فانت عندك في البايثون والجافا سكريبت
كل لغات البرمجة عمومًا يعني. فأنت عندك دول الطريقتين أو أنواع لغات البرمجة، اللي هو الlow level language، تمام، والhigh level language، تمام. دول أنت لازمًا تبقى عارف المعلومة دي، وفاهم إيه هي لغات البرمجة الlow level ولغات البرمجة الhigh level، لأن دي برضه حاجات مهمة لأي programmer أو لأي حد هيكمّل في المجال ده. طيب، عندك دلوقتي برضه سؤال مهم جدًا، الكمبيوتر بيفهم إزاي؟ إزاي الكمبيوتر بيفهم لغة البرمجة؟ فأنت عندك ده طبعًا زي ما إحنا عاملين كده، ده سؤال مهم. أنت دلوقتي لو كتبت كود، الكمبيوتر هيفهم الكود إزاي؟ عندك الكمبيوتر ده مش بيفهم البايثون ولا الجافا سكريبت بشكل مباشر. أمّال بيفهم إزاي؟ يعني إيه اللي هو بيفهمه عشان في الآخر يفهم اللغات دي أو الكلام اللي موجود جوّه اللغات دي؟ فأنت عندك الكود بتاعنا ده لازم يتّرجم، تمام، ويتفسّر لشكل الكمبيوتر يقدر ينفّذه. فأنت عندك في حاجة بتاخد الكلام اللي موجود جوه لغه البرمجه، او مثلا احنا بنكتب جافا سكريبت، فانت في حاجه بتاخد الجافا سكريبت كود ده وتحولها عشان تحولها ليه لغه الاله عشان الكمبيوتر يفهم الكلام ده. فانت عندك الحاجه اللي بتترجم الكلام ده اسمها يا اما الكومبايلر يا اما الانتربريتر. دي الحاجات اللي هي بتحول الكلام بتاعك او الكود اللي هو الهاي ليفل للو ليفل، او بتحول الكلام اللي هو الكود المتبرمج ده لغة الآلة اللي هي الزيرو والوان، عشان في الآخر الكلام بتاعك الكمبيوتر يفهمه ويقدر ينفذ الخطوات دي واحدة واحدة. طيب، وعندك في النهاية بقى الكلام التعليمات دي او الحاجات اللي انت الكود اللي انت كاتبه يعني بيوصل في الاخر للسي بي يو، والسي بي يو ده في الاخر بينفذ الكلام بتاعك او الكود اللي انت كاتبه. طيب، احنا كده وصلنا لنهاية المحاضرة. انا محتاج منك ايه؟ محتاج ان انت تبص على المحاضرة دي وتقول لي انت فهمت ايه، تكتب لي في الكومنتات ايه اللي انت فهمته، ايه الحاجة اللي انت شايفها في المحاضرة ممكن تتشرح بشكل احسن، انت حابب طريقة الشرح يبقى شكلها عامل ازاي، عشان تبقى المحاضرة كويسة ليك ومش مملة. وفي الاخر انا كل اللي يهمني ان المحاضرة دي انت تطلع منها بالمعلومات اللي انت هتكمل بيها عشان تجيب درجة، وعشان تبقى حابب المادة، وعشان تفهم كل حاجة بتتشرح قدامك. وبرضو لو انت محتاج تحجز او تعرف تفاصيل الحجز، اكتب لي في الكومنتات وانا هتواصل معاك. وبرضو ده الرقم بتاعي موجود، ودي القنوات بتاعتنا، قناة الواتساب، قناة اليوتيوب، او صفحة الفيسبوك. دي كل حاجة انت ممكن تقدر تتواصل معايا عليها. فلو عجبتك المحاضرة اكتب لي في الكومنتات واشترك في القناة عشان نكمل مع بعض ونكبر مع بعض، والقناة تبقى موجودة لأي حد اللي اي حد مهتم بمجال السوفت وير عموما، او الناس اللي مهتميه بمنهج اولى وتانية بكالوريا.